هلا حبايب قلبي، شلونكم؟ شخباركم؟ فيديو اليوم سفرة إلى التنومة. طبعا اللي ما يعرف وين صايرة التنومة هي بمحافظة البصرة، طبعا بها زرع ويمها شط العرب، وسويت لكم فرة بيها. طبعا أعشق أجواء الطبيعة خصوصا فصل الشتاء، يعني أجواء الصباحية حالاتها الطلعة بالشمس طبعا. كلش تونسنا. وهذا الكورنيش كورنيش شط العرب، وهذا الكورنيش الجديد مسوينه طبعا كلش حلو. وهاي الباخرات والسفينة والأبلام، كلش الأجواء كانت حلوة وتونسنا. طبعا احنا نعشق هيجي مكانات، نحب نقعد بهيجي مكانات ونحب نروح هيجي مكانات وهيجي اجواء. تحسسنا هاي المكانات بالراحة والطمأنينة، لأن ما بيها أحد ومكانات بعيدة يعني. يعني تحس إنك عايش بصحراء أو شي هيجي. نحب هاي الأجواء. أنا بعد ما وصلنا نزلنا وفرشنا أنا وزوجي وعائلتي، طبعا أنا وأطفالي. وهنا بنتي قامت تلعب بالطوبة، جبنا لهم طوبة ولعبنا بيها كلنا سوا وهم حلوة وتونسنا. هنا نزلنا الغراض وقلت لكم طبعا المكان كلش حلو، وصح هو يعني ميبس واشياء يعني كلها هذا، بس ما يخالف حلو والله. يعني نحب هيجي اجواء، حتى زوجي يعشق هيجي اجواء انه ماكو احد. هنا طبعا جبنا الحطب انا وزوجي حتى نشوي السمك. حلوة الطبيعة طبعا، وحلوة هذا الواحد. أتمنى يعني كل الناس تعيش هيجي أجواء وهيجي، يعني يروحون هيجي مكان هادئ وبعيدا عن المولات وعن يعني هذا المكانات العامة. حلو هيجي مكان يعيش يعني كأنما عايش يعني قبل. فهنا بدينا نشعل الحطب أنا وزوجي، نانا شغلة وهاي أني، هاي نانا البنات قاموا يلعبن طوبة وصورت لكم إياهم. هنا طلعت السمكة، بنتي قاعدة جوعانة طيب كانت منتظرة. هنا حطينا السمكة بالمشواية حتى نشوي السمك وناكل. طبعا احنا بالبداية قبل لا نشوي السمكة ما راح نحط عليها اي صلصة، دائما احنا هيجي نشويها شوية ونخليها شوي تسبك ونلوب نسوي الصلصة. هسه هنا أنا بنتي وياكم جاي تسوي لكم الصلصة. معجون حطينا ودبس الرمان وشوية ليمون وبس، وكل شي ما حطينا بعد. هنا أنا بنتي أصرت إنه هي تسوي الصلصة وخبطتها. للعلم هي بنتي عمرها 7 سنوات، هي رقية بنتي، سميت القناة أصلا باسمها. وهنا أنا حطيت الصلصة على السمكة، طبعا احنا قلت لكم هيك يعني طريقتنا بشوي السمك، انه نخليها تستوي شوية هنا وبعدين نحط عليها الصلصة. طبعا كنت احطن الصلصة بالخاشوقة، بس تعبت حطيتها بيدي. وهنا خليناها تستوي. وهنا بعد ما استوت السمكة صبينا التمن وحطينا الأكل. قلت لكم أنا وأطفالي وزوجي يعني إحنا قليل فنحب ناكل كلنا سوا ومعون واحد، وقعدنا وأكلنا. حطينا التمر والخس والتمن وحطينا الليمون على السمك. طبعا كلش نحب السمك، وإحنا كل جمعة زوجي إذا ما ياكل سمك ما ياكل غيره. فسوينا السمك والحمد لله أكلنا وسهمكم العافية. خلصنا الغداء وخلينا الشاي على الحطب. الشاي على الحطب كلش طيب، يعني طعمه كلش طيب، يعني ما أعرف الحطب يعطي نكهة للشاي. استوى الشاي وصبينا الشاي. الشاي كان كلش طيب والأجواء حلوة ويا الشمس، وكان الجو بارد طبعا بس الشمس دافية فتخلينا يعني حسيت راحة نفسية. هنا خلصنا وطلعنا، قلنا خلينا نفتر شوي بالسيارة. طبعا لقينا سدرة مال نبق بيها هواية نبق، بس طلعت مالت الناس يعني. طبعا استأذنا من عندهم وقلنا لهم يعني احنا ناخذ منكم شوية نبق، وهاي قبلوا وقالوا بالعافية.
وهنا أخذنا أنا وزوجي وبناتي مقطعنا، بس طلع شوية صغار يعني النبق أخضر بعده وما مستوي كلش، بس بعد اشتهينا. وهاي قطعنا النبق واخذته، واو يعني طيب كلش طيب، لكن زوجي جاي يشلع نبق. واخذنا النبق. وهنا بعد ما خلصنا تعدينا لقينا حديقة صغيرة، يعني متنزه صغير للأطفال يلعبون بيه بسلسحات ومراجيح وألعاب وهيك. قلنا خلنا ننزلهم خطية، وأصروا ينزلون الأطفال طبعا، فجبناهم وفريناهم ولعبناهم وخليناهم يشبعون لعب. كلش حلو هذا المكان هم للأطفال، يعني حلوة يعني عامة، ما يعني مو بفلوس ببلاش، بس يعني شنو الجهال يلعبون بيه، فكلش حلو هذا المكان. وللي موجود بالبصرة يعني أتمنى يجي لهذا المكان، يعني اللي يونس أطفاله بيه، وحلو يعني مكان عام حلو للأطفال يعني يلعبون بيه ويتونسون بيه. وهنا أنا بناتي ركبناهم بالمرجوحة وهزيناهم. اللي يريد يشوف بناتي إن شاء الله الفيديو القادم انتوا اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، وإن شاء الله أنزل لكم يعني أراويكم بناتي بالتصوير إن شاء الله. وهنا بعد ما كمل اللعب أصروا يشترون ألعاب، طبعا اشترينا لهم، وبعد الأطفال وش اسمه اشتريناهم خلصنا. وهنا اجينا الكورنيش شط العرب، خذيت لكم فرة يعني سريعة بي احنا وبالسيارة، يعني ما نزلنا. ان شاء الله الفيديو الجاي اذا تردون انه اسوي لكم جولة بشوارعنا يعني بكورنيش شط العرب، يعني ننزل ونفتر واراويكم كل شيء. وهنا بعد ما خلصنا الطلعة، وكانت الطلعة كلش حلوة طبعا، كلش تونسنا، هذا بقدر شاكر السيار. وهاي رجعتنا للبيت. أتمنى الفيديو عجبكم، وأشوفكم بألف خير، ومع السلامة.